ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شويه كبد وقوانص بالثوم فلفل الالوان، وهقولك على احسن طريقه تشيلي بيها زفاره الكبد والقوانص. من بعد الطريقه دي استحاله تلاقي زفاره للكبد والقوانص ابدا، حتى لو هتنقعي بالطريقه ديت الوراك او البانيه او الاجنحه، استحاله تلاقي فيها اي زفاره. وهتجربي الطريقه دي وهتدعيلي. يلا بينا. بس لو اول مرة تشوفيني، انا مروة. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك كل جديد. اول حاجة هنمسك الكبد والقوانص دي نغسلها كويس وننضفها من اي حاجة فيها. وبعد كده هنعمل عليها ايه بقى؟ هنجيب طماطمايه حمرا نبشرها ونحطها عليها، ونحط عليها عصير نص ليمونة، ونحط عليها ملح، ونقعيها لمدة ساعتين أقل حاجة. واستحالة يعني استحالة تجربي دي وتلاقي زفارة في أي حاجة من حاجات الفراخ. جربيها وهتدعيلي. طيب، أنا هنا قطعت القوانص لوحدها والكبدة لوحدها، وهنزل بالقوانص في الزيت. وعندي هنا التوابل: فلفل أسمر، توم بودرة، قرفة، جنزبيل، وسبع بهارات. هقسم البهارات دي على 2 عشان أنا هنزل الأول بالقوانص في الزيت، وبعد كده هنزل بالبهارات دي عليها. وهنزل بورقة لوري. الجنزبيل والقرفة بيدوا تست حلوة قوي قوي للكبد والقوانص، وفي نفس الوقت بيضيعوا، يعني لو حتى في شك عندك لسنة زفارة بتروح. تمام. القوانص بعد كده ما خلاص، يعني زي مثلا الزيت مثلا فيها بيعمل زي طشطشة كده، بنزل عليها بنص كوباية مية واقفل عليها، عشان طبعا القوانص عندي بتغيب في السوا اكتر من الكبدة. فبنزل بيها كده. بصوا، في الاخر شربت نص كوبايه الميه، ما اخدتش دقيقتين، لحد لما ترسى عندي على انها شربت الميه ومبقاش غير الزيت كده. بضمن كده ان القوانص خلاص استوت معايا. تمام. بعد كده هنزل عندي بالكبده. نحاول لما نغسل الكبده نطلع فيها اللي هي التجمعات الدمويه دي كلها، ما نسيبش منها اي حاجه. تمام. بعد ما نزلت بالكبده هنزل عندي ببقيه البهارات اللي انا كنت قاسمه نصها في الاول، اللي هي كانت فلفل اسمر، وكانت جنزبيل وقرفه وسبع بهارات وتوم بودره. عندي بقى هنا فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وعندي طماطمايه يعني ايه حمراء وسط كده، هقطعها مربعات. تمام. انا الفلفل الالوان ده كنت مفرزاه، بس ما عدا الفلفل الاخضر بيبقى موجود طبعا على طول، فبطلعه من الفريزر كده على طول. لو ما عندكيش فلفل الوان وعندك فلفل رومي اخضر، مفيش مشكله، عادي حطيه. برضو بيدي طعم حلو. تمام. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان واقلب تقلبتين، وبعد كده هنزل بالطماطم قبل الاخر كده بشويه، واديها تقليبه. وبعد كده عندي حوالي 3 فصوص توم، انزل بيهم في الاخر خالص. واول ما ريحتهم تطلع كده والاقي ان الكبد والقوانص شربت السوائل كلها اللي موجوده عندي، اللي نزلت من الطماطم واللي نزلت من الفلفل وكده، فكده بتبقى خلاص استوت عندي. تمام. هنا بعد ما خلصت معايا طعمها تحفه جدا، جربيها بالطريقه دي هتعجبك. اوقات بنعملها بالعيش، واوقات بنعملها مع مكرونه محمره برضو بتبقى تحفه. وبطاطس المحمره دي انا حطيت عليها بهارات من اللي هي بتاعت كنور، اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت كنور دي، هوريها لكم دلوقتي. بجد طعمها تحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. تمام. وبألف هنا.